كتير مننا يا صديقي بيمر بعلاقة عاطفية غريبة جدا، علاقة هو مش عارف فيها راسه من رجله، ولا عارف هو راكب امتى، ولا سأل السواق ده هو رايح فين، ولا حتى معاه تذكرة. تلاقي نفسك في وضع مش لاقي له اسم واضح ولا تفسير مقنع في كتب علم النفس. اهلا بيك في السيتويشن شيب، او العلاقة اللي مش محددة الملامح. كتير مننا فاكر ان دي ظاهرة جديدة، بس الحقيقة ان المشاعر والتجارب دي موجودة من ايام الجنيه الخشب. يعني ايه بقى سيتويشن شيب اصلا؟ ببساطة يا مدحت، دي العلاقة اللي عايشة في المنطقة الرمادية، الجري زون. مش صداقة بريئة لأن فيها مشاعر واهتمام وصباح الخير وطمنين عليكي لما توقفي التاكسي، بس في نفس الوقت مفيش كلمة احنا مرتبطين، مفيش التزام، مفيش خطة للمستقبل، مفيش هات بابا وماما يشربوا شاي عندنا. هي مجرد وضع أو موقف بين اتنين. تلاقي نفسك طول الليل بتسمع عبد الحليم. اللي حصل دلوقتي إن تطبيقات المواعدة وثقافة التعارف السريع خلقت المصطلح ده عشان يدينا لغة مشتركة نوصف بيها حاجة كنا بنعاني منها بس مش عارفين نشتمها بإيه. طب إيه السبب النفسي والاجتماعي اللي بيخلي كائن عاقل كرمه ربنا يدخل برجله في خلاط السيتويشن شيب؟ العلماء قعدوا يفصصوا وكتبوا أبحاث وتوصلوا إن الموضوع مش مجرد خوف سطحي من الارتباط، لا ده أعمق من كده بكتير. تعالوا نقسمها. أولا المنظور النفسي. أول بلوى هي بلوة أنماط التعلق. دي الحاجات اللي بتتكون في طفولتك وأنت بتلعب في الطين وبتأثر عليك وانت شحط دلوقتي. عندنا مثلا التعلق التجنبي، ده شخص بيترعب من القرب العاطفي الشديد، بيشوف السيتويشن شيب دي جنة الله في الارض، بياخد منها الحب والاهتمام ومن غير ما يلتزم التزام كامل او يضطر يوريك مشاعره الحقيقية. وعندنا التعلق القلق، ده بقى يا عيني بيترعب من الهجر، بيدخل في العلاقة الرمادية دي على أمل إنها بكرة تتصلح أو بكرة يحبني، هو بيموت في اليوم 100 مرة. البلوة التانية بقى الخوف من الضعف العاطفي، إنك تحدد العلاقة معناها إنك بتعري مشاعرك وبتقول للطرف التاني أنا بحبك ومحتاج لك، وده معناه إنك بتديله السكينة اللي ممكن يذبحك بيها. الناس بتستسهل السيتويشن شيب كدرع حماية. البلوة التالتة بقى تدني تقدير الذات، ساعات الشخص بيقبل بالفتات لأنه مقتنع جواه إنه ما يستاهلش وجبة كاملة. البلوى الرابعة إدمان الدوبامين. الغموض ده بيفرز في دماغك هرمون المكافأة، التذبذب بين هو بيموت فيا النهاردة وهو بيقرأ رسائل وما بيردش بقاله يومين، ده بيخلي مخك شغال زي مدمن القمار بالظبط، طارة وتشويق تخليك مش عارف تخرج. تعالوا بقى نشوف الموضوع من منظور علم الاجتماع. علماء الاجتماع بيقولوا إن التكنولوجيا بوظت العلاقات لأسباب كتير. أولا وفرة الخيارات. التطبيقات بتاعت السوشيال ميديا خلت قدامك ملايين البشر، فبقيت دايما حاسس إن في خيار أفضل مستنيك على بعد ريفريش واحد، بتخاف تلتزم مع شخص وتضيع الفرصة الجاية. ثانيا بقى تغيير الأولويات. الأجيال الجديدة بقت مركزة أكتر على الكارير والشغل والبيزنس والنجاح الشخصي، فالالتزام بعلاقة بتاخد وقت ومجهود بقى حمل تقيل، فبيستسهلوا العلاقات الخفيفة دي عشان الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. طيب لو أنا بقى لبست المطب ده ودخلت علاقة جادة مع حد والطرف التاني عايز يفضل في المنطقة الرمادية، أتصرف إزاي؟ هنقضي بقية حياتنا بضباب؟ أكيد لأ. الحل في كلمة سحرية اللي بتخوف نص كوكب الأرض، DTR، اختصار ليه Define the Relationship، محادثة تحديد العلاقة. امسك الطرف التاني في مكان هادي وبكل هدوء، طلع مطوتك وحطها على رقبته وبوضوح وقول له أنا حاسس بارتباك ومحتاج وضوح، أنا توقعاتي 1 2 3، واسمع منه. وبناء بقى على الرد ده قدامك 3 سيناريوهات أحلاهم مر. أول خيار قبول الوضع الحالي، بتضيع وقتك وبتمسح بتقديرك لذاتك البلاط على أمل سراب اسمه هيتغير. الخيار التاني وضع حدود واضحة، وده غالبا بيبقى مسكن مؤقت وما بيحلش أصل المشكلة. الخيار التالت بقى والأصح الانسحاب، ده أصعب خيار بس هو الأصح لسلامتك النفسية. لو أهدافه مش شبه أهدافك يبقى البقاء في المكان ده بيضرك، اخلع يا مدحت. افتكر دايما القاعدة الذهبية في العلاقات، أفعال الناس بتتكلم بصوت أعلى من كلامهم. لو هو بيقولك بحبك بس أفعاله بتقول أنا مش شايفك في مستقبلي، صدق أفعاله وما تخدعش نفسك بالأمل. حتى لو العلاقة انتهت، مرحلة التعافي محتاجة منك خطوات علمية، إنك تقبل الواقع العلاقة دي ما كانتش شبهك والطرف التاني ما كانش قادر يلبي احتياجاتك. التعامل مع مشاعرك، عيط، ازعل، اتنرفز، عادي، انت بشر مش انسان آلي. اتكلم مع اخصائي نفسي يساعدك. ارجع ابني تقديرك لذاتك تاني. قيمتك مش مرتبطة بان فلان وافق يرتبط بيك او لا، انت قيمتك في نفسك، وما تجلدش ذاتك وما تقولش انا غبي اني دخلت هنا. كلنا بنغلط ودي تجربة ودرس المستقبل عشان تحط حدود صحية من اول يوم بعدك. بص في المراية وحب نفسك شوية، وطبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وافتكر دايما اني جاي لك عشان اقول لك الضلمة. سلام.